بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنحل اختبر فهمك 1 و2 و3 على درس التكاثر في النبات، كتاب الامتحان 2024. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. رقم 1: تنشأ الزهرة من برعم إبط ورقة تسمى القنابة ولا السبلة ولا البتلة ولا النورة؟ القنابة. طيب رقم 2: كل مما يأتي ينطبق على زهرة المنصور عدا أنها ذات سبلات منفصلة. هي سبلاتها منفصلة، بيقول لي عدا. ذات بتلات ملتحمة، أيوة ده لا ينطبق على زهرة المنصور. طيب رقم 3: المحيط الزهري الذي وظيفته حماية أجزاء الزهرة الداخلية هو الكأس ولا التويج ولا المتاع ولا الطلع؟ الكأس. بعد كده رقم 4: الزهرة التي يرمز لها بالرمز، الرمز ده زهرة مؤنثة. زهرة نموذجية، ده النموذجية بتكون ثنائية الجنس، يعني مذكر ومؤنث، فيها أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث، دي زهرة مؤنثة. زهرة لا تحتوي على متاع، دي مؤنثة تحتوي على متاع. طب زهرة إحدى محيطاتها ينتج حبوب اللقاح، دي ما عندهاش طلعة أصلا. طيب رقم د: زهرة محيطها الداخلي ينتج بويضات، أيوة لأن هي زهرة مؤنثة. طيب رقم 2: علل زهرة الفول زهرة نموذجية. زهرة نموذجية عشان فيها الأربع محيطات، الكأس والتويج والطلع والمتاع، لأنها تحتوي على الأربع محيطات زهرية اللي هي الكأس والتويج والطلع والمتاع. طيب ده اختبر فهمك 1. اختبر فهمك 2: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. رقم 1: من مميزات الأزهار هوائية التلقيح، متوك يصعب تفتحها، لا. طب مياسم ريشية لزجة، أيوة مياسم ريشية لزجة عشان تلتقط حبوب اللقاح. طب حبوب لقاح خشنة، ده ديت في مميزات الأزهار اللي بيتم تلقيحها بالحشرات. طب بتلات ذكية اللون، ده اللي هي تلقيح بالحشرات. طيب إذا مياسم ريشية لزجة. طيب رقم 2: يتم التلقيح صناعيا في نبات النخيل ولا الكتان ولا الزهرة ولا الذرة ولا المنصور؟ النخيل. التلقيح صناعي في نبات النخيل. طيب بعد كده رقم 3: تتحول البويضة إلى نقط بعد إتمام عملية الإخصاب، بذرة ولا ثمرة ولا غلاف بذرة ولا غلاف ثمرة؟ البويضة تتحول إلى بذرة بعد إتمام عملية الإخصاب. طيب رقم 4: نصف المادة الوراثية للنوع توجد فيه البذرة ولا الزيجوت ولا حبة اللقاح ولا الجنين؟ كل ده يحتوي على المادة الوراثية كاملة ما عدا حبة اللقاح، هي بتحتوي، ده مشيج يحتوي على نصف المادة الوراثية. طيب بعد كده رقم 2: متى يحدث إنبات لحبة اللقاح؟ عندما تسقط على مياسم الأزهار. عندما تسقط على مياسم الأزهار الذي يحتوي محلول سكري، يعني الميسم بيكون فيه محلول سكري، فتسقط عليه حبة اللقاح، تسقط على الميسم فتنبت وتكون أنبوب لقاح. طيب اختبر فهمك رقم 3. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. رقم 1: كل مما يلي يمكن أن يكون له دور في التكاثر الخضري لبعض النباتات عدا الزهرة ولا الجذر ولا الساق ولا الأوراق. التكاثر الخضري يتم عن طريق الجذر والساق والأوراق ما عدا الزهرة. طيب رقم 2: عبارة عن جزء من ساق أرضية كالبطاطس، العقلة ولا البرعم ولا الدرنة ولا الطعم؟ الدرنة هي اللي ساق أرضية زي البطاطس. طيب رقم 3:
في نبات المانجو يتم التكاثر عن طريق التطعيم باللصق ولا التطعيم بالقلم ولا التطعيم بالتعقيل ولا الضرنات؟ في المانجو يتم التطعيم باللصق، يتم التكاثر عن طريق التطعيم باللصق. طيب رقم 4، التكاثر بالتطعيم لا يحدث بين البرتقال والنارنج. هما بيحصلش بين الأنواع، بيحصل بين الأنواع المتقاربة، والبرتقال والنارنج دي أنواع متقاربة، إذا يحدث ما بينهم التلقيح التطعيم، تكاثر بالتطعيم. طب التفاح والكمثرى يحدث ما بينهم تكاثر بالتطعيم. طب البرتقال ولا المشمش دي أنواع مش متقاربة، إذا لا يحدث ما بينهم تطعيم. خوخ والمشمش يحدث ما بينهم إيه؟ تكاثر بالتطعيم، إذا ما عدا البرتقال والمشمش لأن هي أنواع مش متقاربة. طيب رقم 2، قارن بين التكاثر الخضري الطبيعي والتكاثر الخضري الصناعي في النبات. هقول له التكاثر الخضري الطبيعي يتم بواسطة الريزومات والفسائل والكرمات والأبصال والضرنات، يتم بواسطة الريزومات والفسائل والكرمات والأبصال والضرنات، ده التكاثر الخضري الطبيعي. طيب التكاثر الخضري الصناعي يتم بواسطة التعقيل والتطعيم وزراعة الأنسجة والترقيد